طبعا لا يخفى عليكم ان اسمه الحقيقي قذافي فراج عبد العاطي، وانه استخدم اسماء مختلفه علشان يقدر ينفذ جرايمه ويهرب من كل الكلام دوت عن طريق هويات مختلفه. طب ده ليه؟ لانه كان في الاصل خريج حقوق ودارس للقانون كويس جدا، وده اللي ساعده بشكل كبير قوي واللي اخر في وقت القبض عليه، لانه كان متمكن جدا في اخفاء الاثار اللي المفروض يسيبها اي حد بينفذ جريمه، ومحدش يقدر يمسك عليه حاجه. ولا يخفى علينا برضه انه قتل زوجته وصديقه المقرب والسايغ اللي كان بيبيع له الذهب المسروق، واللي كان هو الشوكه اللي قطمت ظهره في الاخر، وبدايه طرف الخيط في طريق القبض على سفاح الجيزه او قذافي فراج. المهم بعد القبض عليه سنة 2021 بالظبط ظهرت حاجات ما كانش حد متوقعها خالص، وده اللي انا جاي اكلمكم عنه النهارده. بعد ما الحكم على قذافي